السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى اخوات واحلى متابعين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. الطاجن ده في قلبك يا حبيبتي، في قلبك. الله، حاجة كده تحفة. سجلها رمضان، هتنفعك في العزومات. بصوا، لا مش محروقة والله، الكاميرا ظلماه. حبة طاجن فراخ انما ايه بالبصل، حاجة تحفة، حاجة دايبة دوب يا بنات، اللهم بارك. والطعم خطير، جربوه ان شاء الله هيعجبك وهينفعك في العزومات، مع حبة رز كده بالشعرية. الله الله، وحبة سلطة وخلص، ويبقى كده عملنا فطار سهل وسريع وهينفعنا، وكمان طعمه تحفة وخطير ويجنن. جربيه ان شاء الله هيعجبك. يلا بينا نصلي على الرسول وندخل على الفيديو على طول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معانا حلوين حوالي كده كيلو وراك، او ممكن تخليها. يعني بصوا، لو اتعملت فرخة كاملة تنفع، وراك مخلية تنفع، صدور تنفع، بجد تحفة. بص، اول تتبيلة هنعملها: طماطمية مبشورة، عصرة ليمونة كاملة، هنعصر ليمونة كده كاملة، وملح وفلفل اسود بس، وهنركنهم نص ساعة على جنب على بالة ما نحضر باقي التتبيلة. اظن كده مفيش اسهل من كده واسرع من كده. الوراك انا شايلة الجلد منها. عايزة تعمليها فرخة كاملة مش حلو برضو، تقطعها كده قطع برضو صغيرة او كبيرة يعني عادي، هتستوي معاكي. عايزة تعمليها وراك مخلية او صدور، كله هينفع ان شاء الله باذن الله. معانا مش هنقف على حاجة. هنا جبت بصلتين شرايح، على قرنين فلفل سبايسي، على بارد، على رومي، اللي موجود عندك. ما توقفيش على حاجة، عندك اطفال ما تحطيش سبايسي. التوابل بتاعتنا يا بنات: كزبرة ناشفة، ملح وفلفل، سماق، بابريكا، قرفة، بهارات فراخ. هنزل بالتوابل دي كلها، ما تكتريش التوابل عشان ما تغيرش طعم الوصفة. كل حاجة يعني نص معلقة صغيرة. هدعك بقى التوابل دي بالبصلاية والفلفل، بصي على قد كده ما تقدري او تستوعبي. تفضلي تدعكي فيها كده دعك السنين، لازم تغلفيها كده تغليفة، وشمي الريحة بقى. اللهم بارك، حاجة تحفة، بسم الله ما شاء الله. السماق هنا بيدي البصل طعم خطير. هنجيب الطاسة بتاعتنا، هننزل كده بمعلقة زيت او سمنة اللي متاح عندك برضو او الموجود. انا نزلت كده بمعلقة زيت وعليها مكعب زبدة كده صغير عشان نطعم الدنيا. ما عندكيش زبدة اشتغلي بزيت، ما عندكيش زيت اشتغلي بسمنة، بقولك المتاح عندك. كنت بصور وبنزل، انا بنزل الفراخ والكاميرا كانت مش شغاله، اللي مش عارفه اللي من دول التليفون عاملها معايا. المهم نزلت كده، الطاسه هتسخن جدا جدا، هتنزلي بالفراخ عشان مش عايزاها تنزل ميتها. تصفي الفراخ الاول وتخليها كده، تنزلي بالطاسه هي سخنه جدا، وواحده واحده كده، عشان ايه؟ مش عايزه الفراخ تنزل ميتها، عايزاها تتشوح كده من الجنبين تشويحه حلوه جدا. وشم الريحه كده وادعيلي، اللهم بارك، تحفه بجد. هنا كانت خدت لون. هقلب كده عن الناحيه التانية. لازم تاخد الصدمة دي يا بنات، عشان هي اللي بتديها الطعم والتسكير. وزي ما شفت اول الفيديو، الفراخ دايبه دوب ومعاها الصوص بتاعها ده، تغمزيه بالعيش. انا عندي ولادي بيتخانقوا على الصوص اللي بيبقى في الفراخ ده، بيحبوا ياكلوه بالعيش. تحطيه كده على الرز، اللهم بارك، تحفه. هطلع الفراخ، لسه ما استوتش على فكره. هنطلع الفراخ، احنا عطيناها صدمة بس يا بنات، ركزوا معايا، عطيناها صدمة. وهنطلعها، ونفس الطاسة ونفس الزيت ونفس كل حاجة هنزل بتتبيلة البصل اللي انتوا شفتوها دي، وهنديها تشويحة حلو. الطاجن الفراخ ده حلو جدا، ينفع معاكي صدور تعمليها مكعبات شرايح اللي يريحك، ممكن فرخة كاملة، ممكن وراك مخلية، كله هيبقى زي الفل وتحفة. يعني اي نوع فراخ اعمليه، اي تقطيعة يعني. مثلا مش عايزة تعملي فرخة كاملة معاكي شغال كده، هشوح
البصل والفلفل بصوا، انا عايزه يعني خليها تدبل ما تتهريش. حبيت اطعم الكلام ده كله واكمل حلاوه وجمال، حطيت معلقه سمنه بلدي عشان نكمل كده الطعامه والجمال والالوانات اللي انتوا شايفينها دي، والريحه اللي طالعه وشمينها بجد تحفه. اللهم بارك. هنشوح شوح شوح كده، مش عايزة اهري الخضار ده يا بنات، يا دوب بس كده يدبل، وهنزل وهرجع الفراخ تاني عليه تقلبتين برضو على النار، تقلبتين بس كده، وهننزل بنص كوباية مية وهغطيهم غلوتين. انتي عايزة تكملي سواها زي كده زي الفل اهي، واخدة لون، ولا محتاجة منك فرن ولا شواية ولا اي حاجة، كده انتي كأنك شويها في الفرن او على الفحم او على اي حاجة. شايفين اللون ده كده؟ انتي لو مش عايزة تحطيها في الفرن برضو ما تحطهاش، كده معاك اتظبطت. هتعملي ايه يا ست الكل؟ هتنزلي بنص كوباية مية، هتشقشقيها كده هتلاقيها شربتها، لسه الفراخ مستوتش، تنزلي بنص كوباية تاني لو انتي مش هتحطيها في الفرن، يعني عايزة تكملي سوها كده كده وكده وهتنفع. يعني بسم الله ما شاء الله كده هتنفع وكده هتنفع. يعني انا بصوا الطريقه دي، بس انا ايه بحب بحب الطواجن بتكون طالعه من الفرن. انت مش حابه برضه براحتك. بص كده معايا الفراخ تمام وزي الفل، وظبطنا الحياء، نزلت بالميه وهغطيها كده. عايزه تسويها بالطريقه 100 فل وعشرة، لان كده واخده اللون كانها مشويه في الفرن او على الفحم، او يعني في كل حاجه متاح. هي كده كانت معايا ايه، مستوية وجاهزة وتمام. فانا بس حبيت اطعمها اكتر، حطيتها في الطاجن ودخلتها الفرن. ما عندكيش طاجن ما عندكيش فرن، زي ما قلت لك على البوتاجاز وكده استوت وكملت سواها، وهتقدميها بالطريقة دي ونفس الصوص والكلام زي ما انت شايفة كده. دخلت لها الفرن وطلعتها سقسقة كده بالصوص ده على الوش، وكلي احلى فراخ. هاتي كده طبق رز بالشعرية، انا عملت جنبها رز بالشعرية برضو سلطة، وبسم الله ما شاء الله اكلنا. يعني الصراحة كان في عندي باقي لحمة، فاللي ما بيحبش الفراخ اكل لحمة، وكانت اكلة حلوة وعشوة حلوة، والحمد لله كل نعمة ربنا حلوة، اللهم ديمها نعمة علينا يا رب، واحفظها من الزوال. وكل سنة وانتم طيبين. استعدوا كده يعني تنفعكم في شهر رمضان، استعدوا لوصفات رمضان ان شاء الله، ربنا يديمه علينا بالخير والسعادة، اللهم امين يا رب. وكل سنة وانتم طيبين حبايبي. متنسونيش في اللايك والشير ودعوة حلوة كده من قلبكم، نكمل مع بعضينا عشان وصفات رمضان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.